ابوك لما اجر شقه سنه 1965 لابو اللي انت عايز تطلعه من الشقه دلوقتي وبتقول عليه سحتجي، سعر جرام الذهب في مصر ساعتها جنيه ونص. وابوك السيد الوالد كان واخد من اللي اجر له الشقه ده خلو يتراوح ما بين ال 800 جنيه لل 1000 جنيه. احنا هنقول ان هو كان واخد منه 900 جنيه، وكان سعر الارض ساعتها بيتراوح من 8000 جنيه ل 10000 جنيه في منطقة وسط البلد، تحديدا في طلعت حرب وقصر النيل. احنا برضو هنحسب على 10000 جنيه سعر قطعة الأرض ال 200 متر، وكانت العمارة بتبني 4 أدوار ومن تحت 4 محلات على أرض 200 متر، مكونة من 8 شقق و4 محلات بتكلفة 12000 جنيه. يعني الإجمالي كان كام للعمارة؟ 22000 جنيه. كان السيد الوالد بيلم من كل شقة خلو، قلنا من 800 جنيه ل 1000 جنيه، لا احنا هنقول 900 جنيه. 900 جنيه في 4 شقق يعملوا معاك 7200 جنيه. وعندك واجهة العمارة تحت 4 محلات كان متراوح الخلو ساعتها من 300 جنيه ل 500 جنيه، هنقول 400 جنيه. 400 جنيه في 4 محلات ب 1600 جنيه. يعني السيد الوالد كان بيلم من العمارة اللي بيبنيها 1600 جنيه و7200 بتوع الشقق، يعني كان بيلم 8800 جنيه. يعني كان قرب على سعر أرض تانية. كانت بقى إن الناس دي كانت بتاخد الشقق تصرف عليها وتشطبها وتركب لها بيبان وشبابيك ومصاريف تانية أنا مش هكلمك فيها دلوقتي. بس انا هقول لك بقى حاجه جميله قوي. السنه دي كان سعر جرام الذهب جنيه ونص. يعني ال 900 جنيه بتوع السحتاج اللي انت بتتكلم عنه دول كانوا يجيبوا له 600 جرام ذهب. فتيجي تدرب 600 جرام ذهب في سعر جرام النهارده يعملوا معاك حضرتك 2 مليون 820 الف جنيه. انت بتقول ده واخدين شقانا وورثنا وتعبنا ومش عايزين يدونا حقوقنا. انهي حقوق يا ابو حقوق؟ طب اديله دلوقتي ال 2 مليون 820 الف وهو يبقى خد حقه وانت تاخد حقك. ليه بقى؟ لان هو ما عاش السنين دي كلها في الشقه ببلاش. انت رامي الشقه دي، هو عايش السنين دي كلها بيرمم عماره على حسابه، بيدفع سباكات كل شويه بتبوظ على حسابه، تشطيبات عماره من الداخل ومن السلالم على حسابه، وكل جنيه العماره دي بتصرفها من سنه 1965 للنهارده هو بيدفعها على حسابه. دي حسبه بسيطه جدا انا عملتها لمنطقه وسط البلد لانها اكتر منطقه شاغله الناس، ولو عجبتكم الحسبه هطبقها لكم على مناطق مصر كلها علشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه ومحدش يقول لحد انت سحتجي.